مساء الجمال على كل الاهلاويه. النهارده يا جماعه انا متكيف قوي 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 من اللي كولر عمله النهارده. طبعا اول ما شفنا التشكيل بقينا نجري ورا بعض باللي لبسها في الصاله، كله بيجري ورا بعضه. حاجه تخلي الواحد مش عارف يعمل ايه، مش فاهم. نزل التشكيل النهارده كل الناس خايفه، اعلام ومحللين وجمهور والدنيا كلها. بس لما تيجي تشوف على ارض الواقع، لا، كولر لعب ماتش النهارده يا جماعه من احسن الماتشات اللي لعبها من 10 15 ماتش. كولر كان خلاص عمالين نقول فلس وعمالين نقول عمل، لكن كولر بيثبت ان هو راجل فعلا 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 مدرب عالمي. النهارده لعب على اللعب اللي هو عايزه. انت النهارده بتلعب 3-5-2 في سان داونز في جنوب افريقيا، مع سان داونز في جنوب افريقيا، حاجه تموت. لكن النهارده لما تيجي تتفرج على الماتش بيلعب 5-3-2 لما الكوره تكون مش معاك. لما الكوره تكون معاك بتلعب 5-3-2. النهارده يا جماعه مفيش لاعب في النادي الاهلي لعب وحش، من اول الشناوي لحد جراديشار كله عالمي. النهارده احمد رضا بيثبت ان هو لعيب نص ملعب يعتمد عليه في ماتش زي ده. العش ياسر ابراهيم راجع من اصابه، النهارده ما بينلكش ان هو تعبان خالص غير في اخر شويه في الماتش كده، وفعلا هو الراجل كان اتخبط خبطه وحشه جدا. الاهلي لعب كوره، الاهلي لعب بالعمل اللي هو عايزه. كولر اثبت للدنيا كلها ان اهدوا يا جماعه، لا انا امشي ولا ارحل ولا الكلام ده. كولر النهارده عمل اللي هو عايزه. نرجع بقى النهارده لنجم المباراه من وجهه نظري انا الشخصيه كده، اللي لاعب النهارده اتفرجت عليه اتكيفت. امام عاشور لاعب بيعمل كل حاجه، بيدافع ويهاجم ويمسك الكرة ويعلي الريتم ويوطي الريتم، وحاجه زي العسل، حاجه لوز اللوز. التغييرات اتاخرت شويه بتاعت كولر، بس هو الراجل كان مسك الفرقه على كده، الفرقه ماسكه نفسها. اللعيبه تعبت وكل حاجه تمام، بس الراجل عاوز الشكل اللي هو عايزه ده. النهارده اتعصب شويه على في لعيبه، يعني اتعصب شويه مثلا على امام عاشور في نص الملعب لانه كان فقد تركيزه. لكن لما تيجي تبص على الماتش مجمل، الراجل خد اللي هو عايزه. فاحنا يا جماعه نهدى ونصلي على النبي كده، لسه عندنا ماتش جاي. الماتش الجاي انت ما تفكرش ان انت النهارده 0-0 في جنوب افريقيا وما لو جابوا فيك جون طق خلاص انت كده لبست اسود. فالموضوع محتاجين نهدى شويه يا جماعه، ولازم نبقى فاهمين ان مش من اول ما التشكيل ينزل هوبا هوبا الحق مش عارف ايه. يا جماعه لا، في فرق ما بين التشكيل، وفي فرق ما بين التاكتكس اللي الراجل هيلعب بيه في الماتش على ارض الواقع. فلازم نهدى على الراجل شويه. لازم الاهلي الفرقه تعرف ان احنا ما كسبناش، لسه في شوط تاني. لازم الاهلي تلعب بنفس الرجوله والروح النهارده اللي لعبوا بيه. مفيش النهارده لاعب وحش، مفيش يا جماعه لاعب وحش النهارده. بشيد بالنادي الاهلي كله، لازم نشيد باللعيبه دي كلها. احنا زي ما ضغطنا عليهم وزي ما شطناهم فقبل كده، لازم النهارده نقول لهم شابول كل لعيبه النادي الاهلي.